ربنا شايفك ومش هيسيبك. عارف احساس انك بتحاول مفيش اي نتيجة؟ عارف اللحظة اللي بتبقى فيها بتقول انا عملت كل اللي اقدر عليه ولسه الدنيا مقفولة في وشي؟ ايوه، اللحظة دي بالذات هي اللحظة اللي ربنا بيكون بيختبرك فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ جاوب ربك سبحانه وتعالى وقال: ألا إن نصر الله قريب. شايف؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معاه قالوا متى نصر الله. إذا اتحطوا في نفس الموقف، بل أشرس 1000 مرة من الموقف اللي انت اتحطيت فيه. يعني مش انت بس اللي بتحس انك لوحدك، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاله اللحظة دي، بس الإجابة كانت حاسمة من رب الأرض والسماء بقدرته العظيمة. ألا إن نصر الله قريب، يعني مش دلوقتي كمان، رغم ان هم في وسط الأمر والحدث نفسه، ولكن ألا إن نصر الله قريب. ربنا عمره ما بينسى عبد أبدا رفع إيده وقال يا رب. ربنا شايفك وشايف صبرك وشايف دموعك وشايف تعبك، شايف تعبك وحياتك اللي محدش حاسس بيها غيرك. صدقني لو فضلت ثابت النتيجة هتيجي، وأقسم بالله العظيم وأقسم لك بالله هتجيلك من حيث لا تحتسب، من شيء أنت لا يمكن تكون عامل له حساب ولا كاتبه في خططك أبدا ولا يمكن تتوقعه. ما تكسرش قلبك بظروفك وكبر قلبك بربك، وقول لنفسك دايما ربنا شايفني ومش هيسيبني، وده وعد ربنا سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى.